حتى كان الحبق والسوسن، والملك ملك الرحمن. وحتى كان العمى يخيط الكتان، وكان السحاف ينقز الحيطان، وكانت البكمة تجيب الأخبار ما بين الجيران، وكانت لالا ستوت المتوت الله يرحمها يوم تموت تدوز من عين الإبرة وتقول واسعة عليا، وتدوز من عين المخيط وتقول ضيق عليا. وحتى كان الطاق والطرطلاق والكبش المشوي على الوراق ناكلو انا وداك المشتاق. ايوا يا سيادي. كان واحد الراجل سميتو مولاي احمد، مزوج جوج عيالات، واحدة سميتها سعدية والأخرى سميتها يامنة. كانت هاد يامنة لالا مولاتي حادقة وديما مشغولة في التاويل وشغل الدار، وفي الوقت اللي عندها خاوي يا الطرز ولا الصوفة. وكانت مرة طيبة وفيها الخير وداخلة سوق راسها، ما تهدر في حد، ما تشد النميمة في حد. وكانت عندها بنت سميتها وردة، كانت بغات حتى بنتها تخرج بحالها في التاويل وشغل الدار، وتعلمها كيفاش تحلب وتحطب وكيفاش تعجن وتصبن. وحتى بنتها وردة كانت حادقة ومربية كتشبه لأمها في كل شي. أما ضرتها السعدية كانت مكروهة وخبيثة، ما تخدم ما تردم، عاطياها غير للنعاس وقلة الشغل، دايرة رجل على رجل بحال الأميرة اللي عطاها كلمة تعطيه 10. أما واحد بنتها سميتها خناتة، كي تيقولوا ناس زمان طاح الحك وصاب غطاه، كتشبه لأمها في كل شي، لا شغل لا مشغالة، والنهار كامل وهي جالسة ما بين رجلين أمها، تحني ليها، تغسل ليها وتمشط ليها شعرها ومفشاها. كانت الفم ماضي والدراع قاضي. ايوا يا سيادي. مولاي احمد كانت عزيزة عليه مراتو يامنة، حيت كانت طيبة ومولات القلب الكبير والقلب الحنين. أما السعدية كانت عزيزة عليه، ولكن حيت عارفها سليطة كان كيتفاداها، وهاد الشي من طبيعة الحال. يا سادة يا كرام، ما كانش كيعجب السعدية، وديما كانت كتفكر وتقول خاصني شي نهار نلقى شي حيلة اللي نتهنى منها من هاد يامنا، ويبقى ليا مولاي احمد غير انا وبنتي. ايوا يا سيادي. مشات ليام وجات، ويامنا مشات هي وراجلها للسوق، وخلات بنتها وردة مع ضرتها السعدية. واحد شوية وردة كتبان ليها السعدية جالسة مع بنتها كتمشط ليها وتغسل ليها وتحني ليها، وما مخلية ما دايرة عليها، وكتشوف المسكينة في راسها هي مع امها النهار كامل، وهي كتحطب وتحلب وتصبن وتعجن. واحد شوية هي تسول مرات باها علاش امي السعدية انتي مهلية في بنتك وما مخلية ما دايرة عليها، وانا امي النهار كامل وهي مخرجاني نحطب ونحلب ونصبن ونطيب. وهي تجاوبها اللفعة الخبيثة ديال السعدية وقالت ليها الا بغيتيني حتى انتي ندير لك بحال بنتي غادي تعاونيني نديرو واحد الحاجة، بعدي عليا امك من الدار وما تساليني غير نعطف عليك ونديرك كيف بنتي. لعبات على البنت لعقلها، وداكشي اللي كان بدات تفكر كيفاش تحيد امها من الطريق، وتفكر في مكيدة باش تجليها على الدار. ايوا يا سيادي. في النهار التاني خرجت معاها ميمتها وفكرت في مكيدة وقالت غادي نديها معايا الغابة ونجليها. وخرجت الأم مسكينة تايقة في بنتها ومشات بيها
لوسط الغابة، وداتها لواحد الطريق بعيدة. البنت قالت لمها غادي نزيدو واحد شوية القدام، راه تما فين قلتلك كاين الحطب المزيان. يامنا مسكينة قالت ليها بنيتي، هاد البلاصة ما عمرني وصلت ليها، ياك ما غلطتي في الطريق ولا شي حاجة. وهي تقول ليها بنتها ما غلطت والو، غير زيدي معايا وغادي تشوفي بعينيك. ايوا يا سيادي، زادوا دخلوا في الغابة وبعدوا حتى وصلوا لبلاصة مهجورة. وبنتها قالت ليها هانتي، انا غادي نخليك هنا، جمعي شوية ديال الحطب وانا غادي نزيد شوية القدام باش حتى انا نزيد نجمع الحطب. البنت زادت وخلات امها وراها كتجمع في الحطب، وهي غير بعدت وضربت الدورة من الجهة الأخرى ورجعت كتجري حتى وصلت للدار، حيت البنت كانت حافظة الطريق. ايوا يا سيادي، طاح الليل ويامنا مسكينة باقة في ديك البلاصة كتسنى في بنتها وما جاتش. ملي دخلات البنت للدار لقات مرات باها وباها كيتسناو. قال ليها باها فين هي امك ابنتي؟ جاوباتو امي راها توضرات ليا في الغابة وعييت ما نقلب عليها بصح ما لقيتهاش. وباها تقلق وخرج رجال الدوار كلهم باش يقلبوا عليها، وبقاو يقلبوا عليها مدة 7 أيام ليل مع النهار وما لقاوهاش. فقدوا الياس ومولاي حمد استسلم لقضاء ربي. اما وردة في ديك ال7 أيام الاولين حنت عليها مرت باها، كانت تغسل ليها وتمشط وتضفر ليها شعرها وما خلاتها دير حتى حاجة من شغل الدار. اللي تأكدت ضرتها ما ليها رجوع ما بقاتش على حالها ودارت فيها ودارتها كي الخديمة. وردة مسكينة ولات تدير شغل الدار بوحدها، شغالها وشغال امها ومرت باها وبنتها باركين وفرحانين رجل على رجل بحال شي اميرات. ايوا يا سيادي، مشات ايام وجات، ولكن ما بردت النار اللي في قلب السعدية من جهة بنت ضرتها وردة، وبغات تفك منها كيف تفكات من امها وتبقى في الدار غير هي وبنتها وراجلها. مشات جابت غربال ومداتو ليها وهي تقول ليها سيري جيبي لي الماء في هاد الغربال وجيبيه من الواد، وإلا ما جبتيهش نقتلك. البنت المسكينة خافت، هزات هداك الغربال وكتسول فراسها اويلي واش كاين شي غربال كيهز الماء. ومسكينة من الخوف مشات للواد، وملي وصلت دخلت الغربال هي تهز الماء، وهداك الماء كامل كرجع للواد. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، فين ما كتهز الماء بالغربال كرجع للواد. واحد شوية بغات تسقي عاوتاني وهو يهرب ليها الغربال من يديها. دا الواد داك الغربال ومشى بعد عليها. وردة مسكينة مشات تخرج منها خلعة، حيت عارفة إلا مشات حتى رجعت للدار وقالت لمرت باها راه توضر ليا الغربال غادي تصفيها ليها. ومشات المسكينة كتجري ورا داك الغربال باش تشدو، ولكن الماء ديال الواد جر الغربال لواحد البلاصة بعيدة. البنت مسكينة تجري وتقول ما جريت باش توصل على الغربال. وواحد شوية وهما يبانوا ليها شي عيالات كيصبنوا في جنب الواد، وهي تسولهم الصبانات واش ما شفتوش غربالي؟ راه إلا رجعت للدار بلا بيه
مرا تبا تقتلني. قالوا لي هادوك العيالات: الا بغيتي نقولوا ليك الطريق اللي مشى معاها الغربال، اجي عاونينا في هاد الصابون. اللي يتغسل غسليه، واللي يتشلل شليه، واللي تنشر نشريه، واللي تلقايه نشف اطويه، وحنا غادي نرتاحو شوية. وهاد الشي اللي طرا، وبقدرة الله غسلت داك الصابون فرمشت عين ونشراتو، وكيف نشف طواتو. فرحوا العيالات وشكروها، وقالوا ليها: الغربال ديالك داز من هاد الطريق، غادي تبعي الطريق ديال الواد حتى غتوصلي لواحد البلاصة وغادي تلقايه فيها بإذن الله. سلمت عليهم البنت وشكراتهم، وشدت طريقها في جنب الواد. غادا وتبكي حتى بانوا ليها شي فلاحة كيسقيو في الأرض، وهي توقف عندهم وسولتهم: الفلاحة، واش ما شفتوش غربالي؟ وإلا ما لقيتو اليوم مرتبة تصفيها لي. وهما يجاوبوها وقالوا ليها: إلا بغيتينا نقولولك منين داز الغربال ديالك، اجي عاونينا في السكة. راه من الصباح وحنا كنسقيو في هاد الأرض هادي، وحتى حاجة ما بانت فيها. وبدات البنت وبقدرة الله هزت الفاس وبدات تحفر وتسقي، تحفر وتسقي، وهادوك الجنانات كاملين تسقاو، وقع داكشي اللي فيه حيا من جديد. هادوك الفلاحة ملي شافوا الحداقة ديال البنت بقاو غير حالين فمهم، وقالوا ليها: تبارك الله، ما شاء الله عليك بنتي، قدرتي ديري داكشي اللي ما قدرناش نديروه من الصباح. داكشي علاش غادي نقولوا ليك باللي الغربال ديالك داز من هاد البلاصة، وإلا بغيتي توصلي عليه غادي تمشي بجناب الواد حتى تلقاي جماعة وسوليهم، هادوك هما اللي يعطيوك خبار الغربال. ايوا يا سيادي. وبقات غدا وردة في الطريق، غادا وتبكي في جنب الواد وكتقلب على الغربال ديالها. واحد شوية يا سادة يا كرام، وهي غادا في طريقها غادي تتلاقى مع شي سراحة. وصلات حداهم وهي تقول ليهم: يا السراحة، واش ما شفتوش غربالي؟ إلا ما لقيتو اليوم مرات با تصفيها لي. جاوبوها السراحة وقالوا ليها: إلا بغيتينا نقولوا ليك منين داز الغربال ديالك، خاصك تعاونينا باش نرجعوا الغنم ديالنا. راه ملي خرجنا الصباح وطلقنا الغنم تسرح، شي رجع وشي مرجع. والبنت تبارك الله عليها قفضت على جليلها وشمرت على كتافها، ومشات كتقلب على الغنم وحدة وحدة حتى جمعتهم كاملين وردتهم لعند السراحة. السراحة ملي شافوها جمعت ليهم الغنم ديالهم كلها، بقاو غير حالين فمهم وكيشوفوا، وقالوا ليها: تبارك الله عليك بنتي، والله يحجبك لميمتك، وكيف ما عاونتينا حتى حنا غادي نعاونوك. وقالوا ليها: الغربال ديالك داز من هاد الطريق، الا بغيتي تلقايه غادي تبقاي غادا جنب الواد حتى غادي توصلي لواحد الجبل كبير، ولكن ردي بالك، راه كاين واحد الغار تما، وإلا وصلتي قدام الغار غادا تقولي هاد الكلام: ألا لا تفريح وتفريحة، جيت لعندك باش تعاونيني نلقى غربالي. وملي غتقولي هاد الكلام غادي تخرج لعندك واحد الغولة، ولكن ما تخافيش منها، إذا كانت نيتك مزيانة راها غادا تعاونك، وإلا كانت نيتك خايبة راه ما غادي تقضي ليك حتى حاجة. البنت ما كانتش من العاكزين، سلمت على دوك السراحة وكملت طريقها جنب الواد باش تمشي لداك الجبل، وبقات تجري وتجري
حتى وصلات لجنب هداك الجبل. كان كيخوف، كحل وكبير، وهي مسكينة خافت وبقات تعيط وتقول: يا لا تفرح وتفريحة، يا لا تفرح وتفريحة، يا لا. وما جات فين تكمل التالتة، حتى خرجات ليها غولة كبيرة طولها عام وعرضها 6 شهور، فمها قد الغار وسنانها كيف المنشار. خافت البنت المسكينة وقالت: هذه هي الأخرى ليا، والغولة غادي تاكلني وما ترحمنيش. وجات لعندها الغولة كتمشي وتمايل، وقالت ليها: اللي فرحني يفرحو ربي. اجي يا بنيتي، شنو بغيتي؟ شنو حب الخاطر؟ هنا البنت تطمنات للغولة وعودت ليها حكاية الغربال، وقالت ليها: إلا ما رجعتوش مرتبة غادي تقتلني. وهي تسولها الغولة وقالت ليها: شنو بالك ندخلك من باب الحديد المصدي ولا من باب الخشب المنقوش؟ قالت ليها البنت: دوزيني من باب الحديد باش يجرح لحمي ويلصق في الباب، لعل وعسى نكفر على ذنب ميمتي اللي جليت بيديا. والغولة دخلت البنت من باب الخشب وسولتها تاني وقالت ليها: واش نجلسك على الصوفة ولا نجلسك على الشوك؟ قالت ليها وردة: على اللي درت في ميمتي غير جلسيني على الشوك يتغرس في لحمي باش نعرف بحق ميمتي. ولكن الغولة دارت العكس وجلستها على الصوف وسولتها: واش نوكلك الخبز يابس وما النار ولا خبز الشعير والحليب؟ قالت ليها وردة: اعطيني الخبز اليابس وما النار يحرق جوفي باش نعرف بحق ميمتي. والغولة حتى هاد المرة دارت العكس وقالت ليها الغولة: إلا بغيتيني نعطيك غربالك أنا أعطيه ليك وغتبعيني، ولكن واش ما بغيتيش تعرفي ميمتك فين مشات وشنو قصتها؟ قالت ليها: بغيت نعرف ميمتي فين مشات. وهي طبطب عليها الغولة وقالت ليها: ميمتك يا بنتي مازال حية، غير أنا سخرتها لواحد الغرض وما غادي ترجع حتى لخر الشهر، وإلا بغيتي تشوفيها رجعي في الاخر ديال الشهر. ودابا قبل ما تمشي جاوبيني على هاد السؤال: واش نرميك في مطمورة اللويس ولا مطمورة العقارب والفاعي؟ قالت ليها: يا امي الغولة، على اللي درتو في ميمتي غير رميني عند الفاعي والعقارب. ورماتها هنا الغولة في المطمورة ديال لويس، وملي سلكت عنقتها وسرجت ليها العود، لبستها وحملتها وجملت العود بقاع خيرات الذهب والمجوهرات. وقالت ليها: غير سيري وما تخافيش، راه العود عارف الطريق وخليه يوصلك حتى لباب الدار. وصلات وردة ولقات مرت باها كتسناها في الباب. ملي شافتها فرحات بيها، ماشي حبا فيها ولكن على داك الخير اللي مسرجة في العود. وفي الصباح فيقت بنتها المعقازة وقالت ليها: هاكي الغربال وغتمشي للواد فين مشات اختك وغادي تجيبي داكشي اللي جابت اختك. البنت خدات الغربال ومشات باش تسقي حتى هي من الواد غادا وكتمختر وما قادة حتى تزيد. ملي وصلات جنب الواد بغات تعمرو بالما وهو يهرب ليها من يديها وبقات غادة تابعاه.
تلقات شي عيالات كيصبنوا جنب الواد، وهي تسولهم وهي كتنفخ. قالت ليهم: واش ما شفتوش واحد الغربال ديالي؟ قالوا ليها: بنتي، اذا بغيتينا نقولوا ليك الغربال ديالك منين داز، اجي عاونينا في هاد الصابون، راه من الصباح وحنا واحدين فيه. وهي تجاوبهم وقالت ليهم: انا نجي نصبر معاكم؟ لا يحييكم ولا يحيي الزمان على عينيكم. انا وما نصبن ما نعجن وما نطيب. هادوك العيالات فين ما كاينه شي دعوه جمعوها وصيفطوها ليها مصيطه معيطه، وقالوا ليها: الا بغيتي الغربال ديالك سيري تبعيه من هاد الطريق، الخلا والجلا. خلاتهم وزادت، لا سلام ولا كلام، تبعات الواد وبقات غادة في جنابو حتى بانوا ليها هادوك اللي كيسقيو في الجنانات الفلاحة. وهي تقول ليهم: الفلاحة، ما شفتوش غربالي؟ الا ما ديتوش ما تقتلني اليوم. وقالوا ليها: اجي عاونينا نسقيو، راه الزرع يبس ودبل، ومن بعد نقولوا ليك فين هو غربالك. قالت ليهم: انا ما كنعرفش هاد الخدمة. وقالوا ليها: هذا هو شرطنا. ايوا يا سيادي، دخلات وبدات ترون في هادوك الجنانات وخسرتهم. ملي جاو الفلاحة لقاوها غير ما زادت رونتهم. قالوا ليها: الله يكحلك سعدك، سيري من هنا. ومشات تاني جنب الواد، وشافت من بعيد السراحة كيسرحوا الغنم. قربت ليهم وسولتهم: السراحة، واش ما شفتوش غربالي؟ راني ما لقيتوش، امي اليوم تقتلني. قالوا ليها: راه غنمنا توضروا لينا، وإلا بغيتي غربالك قلبي على الغنم وجمعيه. ومشات هي تشد وهما يهربوا، تشد من هنا ويهربوا من الجهة الأخرى. ملي جاو عندها السراحة قالوا ليها فين هي الغنم، وجاوباتهم: أنا عييت من جمع فيهم وما بغاوش يتجمعوا ليا. قالوا ليها: الله يكحل ليك سعدك. ما داتهاش في هضرتهم وقالت ليهم: فين نلقى غربالي؟ قالوا ليها: كملي جنب الواد، غادي تلقاي جبل كحل وكبير. ملي توصلي عيطي وقولي 3 المرات: يا لاله تقريح وتقريحه. ايوا مشات ودارت داكشي اللي قالوا ليها، وبدات تعيط وتقول: يا لاله تقريح وتقريحه، يا لاله تقريح وتقريحه، يا لاله تقريح. وما جات فين تكمل الثالثه. خرجات ليها واحد الغولة طولها عام وعرضها 6 شهور، شعرها واقف وفمها غار وسنانها كيف المنشار. وهي تقول ليها: اللي قرحني يقرحو ربي، شنو بغيتي مني؟ قالت ليها: امي الغولة، انا جيت نسقي الماء بالغربال ومشى ليا في الواد، وإلا ما ديتوش اليوم امي غادي تقتلني. جاوبتها الغولة وقالت: اجي لعندي. ومشات البنت لعندها وسولتها الغولة وقالت ليها: ندخلك من باب الحديد المصدي ولا من باب الخشب المنقوش؟ قالت ليها البنت: انا بنت القاع والباع، وخاصني ندخل من باب الخشب المنقوش. والغولة دخلتها من باب الحديد وجرح لحمها كامل، وزادت سولتها على فين تبركها. قالت ليها: نبركك على زربية الشوك ولا زربية الصوف؟ قالت ليها البنت: امي الغولة،
أنا ما مولفاش زربية الشوك، بركيني على زربية الصوف. والغولة دارت العكس، وبركتها على زربية الشوك، وقالت ليها: دابا نحط لك تاكلي الخبز يابس والملحامي، ولا خبز الشعير واللبن والعسل. قالت ليها: انا امي فشاني وما ناكل غير خبز الشعير والحليب والعسل. وهنا الغولة وكلتها الخبز يابس والمحامي، وقالت ليها: إلا بغيتي تلقاي غربالك اختاري، واش ندفعك في مطمورة اللويز ولا مطمورة العقارب؟ قالت ليها: انا بغيت بحال اختي، داكشي اللي عطيتي لختي اعطيني منه. وقالت ليها الغولة: على هاد التكبر اللي فيك اليوم نرميك في مطمورة العقارب. ودفعتها في المطمورة ديال العقارب، ورجعت البنت كلها مغروسين فيها العقارب والفاعي، وركبتها فوق البغل، وعمرت البردعة عقارب والفاعي، ورسلتها لدارهم. ملي وصلت البنت للدار وهي توقف قدامها، وامها غير شافتها وبلا ما تحس هزاتها ورماتها في الكوشة ديال النار باش يحيدوا عليها العقارب والفاعي. البنت مرضات وما لقات ليها امها دوا، والناس ديال القبيلة قالوا ليها: هذا هو الجزاء ديالك انتي وبنتك في الشر اللي درتي فيها منها وبنتها. ايوا يا سيادي، السعدية هزت رحيلها هي وبنتها في الليل باش حتى حد ما يشوفها، وخوات البلاد. ايوا يا سيادي، ملي وصل شهر مشى مولاي حمد وبنته وردة قاصدين الغولة، ورجعوا معاهم يامنة، وعاشوا فهنا وراحة البال. ايوا يا سيادي، كانت هذه هي حكايتي ديال هاد الليلة، ونتمنى تكون نالت إعجابكم.